تحويل المناطق الصحراوية والواحات إلى معالم سياحية. حديقة الزبان مشروع سياحي في قلب مدينة بسكرة الجزائرية. الغاية من إنشاء هذا المشروع تطوير السياحة في هذه المدينة وتحويلها إلى قبلة للسياح. أكوا بالم جزء من مشروع حدائق الزبان، وهي مدينة مائية تتوسط هذه الواحة. في المنطقة فعلا راح يسد فراغ كبير بالنسبة للسكان الجنوب اللي محرومين بحكم الطبيعة وبحكم الإمكانيات. راح نوفروا مساحة كبيرة من الفرحة والمحبة في قلوب الناس بهذا المشروع هذا، ونتمنى إن شاء الله اللي نسعد الكثير من العائلات الجزائرية في هذه المنطقة. حدائق الزبان مشروع يتوزع على مساحة قدرها 50 هكتارا، يحتوي على عدة مرافق سياحية وترفيهية. جمعنا بين الترفيه والثقافة والطبيعة. الترفيه اللي هو حواض مائية بيسير، الطبيعة درنا المشروع في داخل حديقة اللي حفظنا عليها وزدنا نميناها، والثقافة درنا حاولنا تما المهندس اللي دار الفكرة اللي هو كمال وفي مهندس بيزاجيست في ألمانيا، دار الفكرة انه يدير الناحية الثقافية، انه يدير ينتربريتي مجموعة من الحدائق العالمية في المشروع ديال هنا. دونك كاين حديقة مكسيكية، حديقة يابانية، حديقة صينية، حديقة مشرقية. السلطات الجزائرية من جهتها أكدت استعدادها للنهوض بقطاع السياحة في البلاد، وبالأخص في المناطق الجنوبية. الدولة تولي أهمية بالغة وقصوى لهذا العمل السياحي والاستثمار السياحي، وهذا اللي عندي عنصر من العناصر الأساسية كبديل للمحروقات. على كل نحن نشجع كل مبادرات واقتراحات يدخل في هذا الإطار السياحي، وهذا ما يسمح لنا لمرافقة وتشجيع المستثمرين في هذا المجال. السياحة في الصحراء الجزائرية التي تراجعت بسبب الأوضاع الأمنية والجماعات الإرهابية يمكن أن تنتعش مجددا في ظل عودة الأمن وتوفر المنشآت السياحية. تشجيع السياحة في الجنوب الجزائري وتطويرها رهان حقيقي بالنسبة إلى الحكومة الجزائرية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب إيجاد مصادر دخل أخرى لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية النفطية. خلود نوي، الغد، الجزائر.